يدعمون بلايك للفيديو واشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكروا المنابر الاعلاميه الحاضره معنا، وتنشكروا بخارق اللي دار هذه المبادره، الاخوان الاعلاميين كنشكروهم وتنتمنى لهم التوفيق والعمل، لانه الاعلام منخرط اساسي في التنميه لمفهومها الشامل. احنا كمجلس مدينه وكمجلس جهه وكمجلس عمله ديال الدار البيضاء، الى هضرنا على الحصيله ديال 2023 في جميع الحالات ورغم الاكراهات ورغم المشاكل، وكنعرفوا الدار البيضاء فيها بزاف ديال المتناقضات، تنذكروا على الحصيله بانها نسبيا ايجابيه. ولكن قبل من هذا لابد من نهنئوا الشعب المغربي والساكنه ديال الدار البيضاء بصفه خاصه بهذه السنه الميلاديه الجديده 2024، باش تكون سنه ديال العمل، ديال الجديه، ديال الديناميه، ديال التنميه. حقيقه سنه 2023 كانت فيها اكراهات، كانت فيها مشاكل، كانت فيها التداعيات ديال كورونا، كانت بزاف ديال الازمات على مستوى اقتصاديه اجتماعيه، ولكن كانت اجوبه مناسبه، لهاد المشاكل كلها. بالنسبه لنا حنا كمنتخبين على مستوى ديال الدار البيضاء، هاد السنه ديال 2023 يمكن نقولوا بانها سنه ديال الدراسات، وسنه ديال التشخيص، وسنه ديال شنو هي نقاط الضعف اللي كاينه في المدينه، شنو هي المشاكل، شنو هي هذه، وحاولنا نجاوبوا على هذا الشيء هذا كامل من خلال برنامج عمل الجماعه اللي صادق عليه وتأشر عليه من طرف السيد الوالي. هذا برنامج عمل ديال الجماعه اللي فيه 6 ديال محاور اساسيه، وكذلك فيه اكثر من 60 مشروع. البرنامج فيه 6 المحاور اساسيه وفيه اكثر من 60 مشروع. ما ميز هذه السنه هو اولا على مستوى القطاع ديال البيئه، هناك مجهود كبير تبذل بدعم كبير من المديريه العامه لجماعه الدار الترابيه، وزاره الداخليه، لانه انتقلنا باش تكون واحد الجوده على مستوى البيئه وعلى مستوى النظافه. انتقلنا الى رجعنا شويه اللور، بدات تدبير المفوض ديال النظافه بدا ب 30 مليار ديال السنتيم. انا غنهضر بالسنتيم باش الناس تعرف وتفهم. 30 مليار ديال السنتيم في 2004 تدبير المفوض ديال النظافه. حاليا كاينه 110 المليار. شوفوا الرقم شحال. علاش؟ لانه المنتخبين فكروا الا بغيتي تكون مدينه نظيفه، الا بغيتي تكون بيئه نظيفه كذلك وسليمه، لا خص ضروري عندها كلفه. هاد الاعتمادات اللي خصصناها ما خصصناهاش بحال هكاك، ولكن خصصناها بناء على مثلا ملي كنهضر على 3 سيرسات ولا 6 سيرسات ولا 14 سيرسات ولا 21 سيرسات. معناه ان هذاك الموظف يدوز اما 3 مرات في السيمانه، اما 7 مرات في السيمانه، بعض الخطرات 14 مره في السيمانه، بعض الخطرات اقصى حاله 21 مره في النهار. اسمحوا لي، في النهار، حيت بارفوا كاينين شي شوارع وشوايش خصها النظافه تبقى مستمره ليل نهار. تغيب واحد الساعه كتلقى واحد النقاط السوداء. حنا وصلنا لبعض الاماكن دابا غادي يكون 21 سيرسات. دونك لذلك هاد المبالغ اللي شفتوها مبالغ هي جيستيفي، هاد المبالغ مبرره. ماشي لحقنا انتقلنا من واحد الرقم، ولكن بغينا جوده على مستوى الخدمات وعلى مستوى البيئه.
هذا الجانب الاول. دونك بالنسبه للسي الحاج، هذه النقطه ديال الترواسات اللي كانت ودابا دارت سيرسات، واش تفاعلات ولا باقا متفاعله؟ دابا كتفاعل لانه درنا تعديل ديال الاتفاقيه المبرمه ما بيننا وما بين المفوض اليه، ما بين الشركات. قلنا واتفقنا، قال لك ودي بغيت دير 14 سيرسات ولا هذا خاصك تزيد. لذلك علاش وصلنا ل 110 مليار. دابا حاليا الناس الساكنه البيضاويه كتعطي 110 مليار للنظافه، باش تكون واحد النظافه في واحد المستوى جيد وجيد جدا. وكنعرفوا النظافه والبيئه راه هي 60 بريوريتي، اولويه من الاولويات. كنجيو هذا تبذل مجهود كبير. كنجيو القطاع ديال النقل. قطاع ديال النقل كنعرفوا قطاع النقل اولا هو قطاع اجتماعي. النقل المكثف معناه الترامواي، معناه الحافلات، معناه حاليا الباصواي اللي غيبدا يشتغل قريبا جدا. دونك هذا النقل حتى هو تعطاتو واحد الاهميه كبرى. من بعد ما كنا في واحد الوقيته كنا 60 70 حافله كتدور في الدار البيضاء. هذا واقع. كانت واحد 60 70 80 حافله اللي كتدور في الدار البيضاء كلها. دابا حاليا مع الاتفاقيات ومع الدعم ديال الدوله كذلك كاين 700 حافله. 700 حافله انتقلنا من 50 60. دونك شوفوا الارقام كيفاش. هذا رقم مهم. 700 حافله، وحافله بنوع جيد. كتغطي كاع مدن مدينه الدار البيضاء والنواحي ديالها. جهه النواحي ديال دارها، النواصر، دار بوعزه، المحمديه، طيط مليل، مديونه. دونك النقل تعطات واحد الاهميه كبيره. وشفنا الارقام كيفاش كترتفع الارقام على حساب الحاجيات، على حساب تقديم الخدمات المواطن، لان هذه كلها مرافق عموميه محليه ومن اختصاصات الذاتيه ديال الجماعات. في الحقل الرياضي يا سيدي الحاج، دابا جايين. دابا كنا درنا النظافه، درنا النقل. كيبقى بالنسبه للقرابه في النظافه تماما. بالنسبه للقرابه النفايات الهامده، تسمى النفايات الهامده. هاد النفايات الهامده حتى هي لقينا لها حل مع المديريه العامه للجماعه الترابيه. اشنو لقى لها؟ درنا له واحد لاديتيف ديال الكونترا، لانها العقد ما فيش النفايات الهامده. العقد اللي ما بيننا وما بين الشركات المفوض اليها. دابا درنا واحد الملحق على الاتفاقيه الاصليه بمقتضى الشركات هما اللي غيتكلفوا به تماما. دونك هذا حتى هو كيشكل واحد مشكل بيئي خطير جدا. وكنعرفوا حنا بقايا مواد البناء كبيره وعشوائيه وغير منظمه. دابا تم التأطير ديالها والمأسسه ديالها باش تكون حتى هي من الانشطه والخدمات ديال الشركه. الانشطه والخدمات ديال الشركه. اطار دويتي لنا على الامر البيئي والامر النقل. بزاف المواطنين كيتسائلوا على الرياضه، واش كاين برنامج على مستوى الرياضه؟ حاليا مدينه الدار البيضاء منخرطه في البرنامج ديال الدوله. شنو البرنامج ديال الدوله حاليا؟ هو بناء مراكز جامعيه لكره القدم، نشر مركز او اكاديميه جهويه للرياضه وخاصه كره القدم. حنا منخرطين في كمجلس عماله ومجلس مدينه ومجلس جهه جميع انواع الرياضات مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. دونك حنا يلاه كل مجلس من هذه المجالس الترابيه خاصنا باش نخرطوا في الديناميه الجديده، لانه النتائج اللي حققها المغرب نتائج كبيره وخصها تواكبها بنيات تحتيه ويواكبها تكوين. لانه لقينا بان التكوين مثلا اكاديميه محمد نموذج ناجح في تكوين الابطال وتكوين النجوم وتكوين المواهب. دونك ودابا كاين التعميم ديال هاد النموذجات، التعميم ديالو على جميع الجهات. دابا كل جهه من الجهات غتبدا تبني واحد اكاديميه جهويه ديال التكوين في مجال كره القدم. حيت حنا مشينا في الاقصائيات ديال كاس العالم سنه 2018 وجدنا التاهيل من كوت ديفوار. وملي كتلعب في كوت ديفوار
في ابيجان ولا شي حاجه، راه بحال لاعب في كازا ولا لاعب في الرباط ولا لاعب في دونك بحال لاعب في المغرب، بحال ملي كتمشي تلعب في كوت ديفوار بحال لاعب في المغرب، ما كاينش شي فرق، بالعكس كاين جماهير، كاين هذا جماهير لا تما ولا الجماهير اللي غتمشي من هنا من مختلف مناطق المغرب. بالنسبه للسي الرئيس، بالنسبه للحاصيله اللي كاينه مجمله، واش كترضيكم ولا باقيين غادي احنا بالنسبه واحد المجهودات باش احنا بالنسبه لنا احنا كمنتخبين وكاحنا في الاغلبيه في التحالف النتائج مرضيه، نتائج راضيين، ولكن كيبقى الحكم الاخير للمواطنين، اللي كيشوفوا هما اللي تيحكموا، وانتم كاعلاميين انتم عندكم اراء وعندكم هذه وكتشوفوا غادي تحكموا، المواطن في الاخر هو اللي كيستافد من هذه الخدمات. ولكن حاليا انتم كتشوفوا بالدار البيضاء بعباره دابا عن ورش كبير من اقصاه الى اقصاه، ورش كبير بمعنى الكلمه، فين ما مشيتي لاي مقاطعه كاينه 16 مقاطعه، اي مقاطعه من المقاطعات ديال الدار البيضاء كتلقى فيها الاشغال وكتلقى فيها الاوراش وكتلقى فيها البرامج وكتلقى فيها بزاف ديال الحوايج، هذا على مستوى المقاطعه. ولكن على مستوى الخدمات الموحده ديال الدار البيضاء، النقل والنظافه والمرافق وهذه المسائل كتلقاها حتى هي هذا كتطور كتحسن، هذا كتحسن. الا بغينا نهضروا على جوده الخدمات ونهضروا على التميز ونهضروا على هذا ونهضروا على الحكامه. دونك سيد الرئيس، وانت نائب برلماني وكذلك نائب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بزاف المواطنين كيتسائلوا ماذا يقع في بيت حزب الاصاله والمعاصره؟ بيت الحصاله والمعاصره كما جميع الاحزاب، كاين بعض الخطرات كاين واحد الهبوط، كاين الصعود، كاين هذه زعما كاين حسب الظروف. ولكن بصفه عامه احنا درنا المؤتمرات الجهويه على صعيد المملكه، 12 مؤتمر جهوي كل شيء داز، دوزنا المؤتمرات الجهويه ديالنا. كنتظروا دابا المؤتمر الوطني اللي غيكون في شهر فبراير ان شاء الله الرحمن الرحيم. لاجوندا وخارطه الطريق كلها مرسومه، ما كاينش شي مشاكل. كلمه اخيره للبيضاويين بالنسبه السنه الرابعه. دونك اولا كنباركوا البيضاويين والبيضاويات، كنباركوا هذه السنه اللي جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. راه كما شافوا في الاونه الاخيره كاين واحد الوتيره ديال الانجاز المشاريع متقدمه جدا، ولاحظها المواطنين كلهم ملاحظين هذا الشيء هذا. كاين باقيين عندنا بعض المشاكل ان شاء الله في 2024 باش نحلوها. مثلا تنذكروا على المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان، النقطه السوداء، ملي كنهضروا على بعض المشاريع المتعثره، كنذكروا مثلا على الحنطات، كنذكروا على بزاف ديال الحوايج. دونك هذه بقى هاد المشاكل ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي فات 2024، لانه راه عطينا واحد التاريخ، لانه كنحضروا المجالس الاداريه ديال شركات التنميه المحليه اللي هي تنديروا اعاده النظر في الطريقه ديال التدبير ديالها والتسيير ديالها والانجاز ديال المشاريع، لانه باش تكون كل شركه ديال التنميه المحليه عندها اختصاص محدد واساسي واستراتيجي ورسمي باش تشتغل فيه، تكون فيها بزاف تبارك الله عليكم. وسنه سعيده، والله يعاونكم انتوما، ولكن انتوما راه كنعتمدوا عليكم لانكم انتوما اللي كتوصلوا الاخبار للمواطنين. عمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.